الفنانة الجميلة يسرا اللوزي المعروفة بجرأتها وأفكارها المختلفة فجرت حالة جدل بتصريحها الأخير اللي أطلقته خلال الأيام اللي فاتت، واللي قالت فيه كل الرجالة عايزين الستات يبقوا حلوين بس هم ما يبصوش في المراية. التصريح ده ضمن لقاء ليها في مهرجان الجونة السينمائي، ووضح نظرتها الساخرة للتناقضات اللي موجودة في توقعات الرجالة من الستات، وكأنها بتقول إنهم عايزين كمال من الستات لكن مش شايفين عيوبهم. يسرا معروفة إنها بتناقش قضايا مهمة زي التنمر اللي عانت منه بنتها بسبب ضعف السمع، وده خلاها تواجه المواقف الصعبة بشجاعة وحولها من مجرد نجمة لرمز للأم القوية اللي بتتحدى المجتمع من أجل ولادها. وفي تصريح ليها سابق وضحت إن التهريج جزء من شخصيتها، وده كان واضح في طريقة تناولها للموضوع ده، كأنها بتقول الرسالة بشكل بسيط وساخر عشان توصل للعقول بسهولة. يسرا مش بس فنانة شاطرة لكن كمان عندها رؤية ووعي مجتمعي بيظهر في كل لقاء ليها. باختصار يسرا قدرت تخلي السوشيال ميديا تتكلم عنها بسبب تصريحها اللي خلاها تكون صوت بيعبر عن حاجات كتير ستات بيفكروا فيها بس بشكل مرح وغير تقليدي، وده اللي بيميز يسرا اللوزي كفنانة وإنسانة.